أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كود الحياة. ضيفنا النهاردة بدأ حياته طيار حربي وسط الانضباط والدقة والمسؤولية، لكن جواه كان فيه شغف أكبر، شغف للفن والتمثيل. قدر يحوله من هواية لحرفة وصنعة. هنتكلم معاه النهاردة عن البدايات، عن نقط التحول اللي غيرته، عن اللحظات اللي وقعته واللي قومته. ضيفي النهاردة الفنان النجم كريم العمري. أهلا بيك يا كريم. أهلًا بيك، منورنا. ربنا يخليك. أول سؤال بنبدأ بيه حلقتنا دايما، إيه هو كود الحياة بتاع كريم؟ أعتقد 387. يعني إيه؟ ما أعرفش، أنا مش فاهم السؤال فبادّيكِ إجابة. لأ يعني إيه هو السلوجن بتاع حياتك يعني؟ كُن فقط إنسان. سلوجن حلو أوي. آه. يعني أنت مهتم أكتر إن حاسس الناس كلها ما بقتش ناحية الإنسانية أكتر؟ لأ، إن البني آدم إمم. قبل ما يهتم بأي حاجة في حياته، قبل ما يهتم بأي جوانب في جوانب الحياة يكون إنسان، مع البني آدمين يكون إنسان، في حياته مع الأشخاص مع كده يكون إنسان، في طريقة تعامله وفي كل حاجة. كل حاجة. إمم، كل واحد في حياته بيبقى فيه نقط تحوّل، إمم. آآ حاجات بتيجي بتغيّر حياته، ممكن تغيّر طريقه خالص. إيه نقط التحوّل اللي كانت في حياتك؟ هي الشغل الأولاني بتاعي إمم. كطيار واللي استمريت فيه سنين كتير يعني، وبعدين لمّا ما قدرتش إن أنا أستمر لظروف صحية فكان ممكن إن أنا أكمّل طيار مدني أو آخُد نفس الcareer بالدراسة بتاعتي أو بالشهادة بتاعتي، إمم. بس حبّيت أعمل الشغف اللي أنا نِفْسي أعمله أو اللي أنا حسّيت إن أنا ممكن أعمله، فقُلت أجرّب، الواحد بيعيش مرّة واحدة يعني. طَب اشمعنى طيار حربي؟ لأ، دي نصيب. يعني أنت ما كنتش أصلًا عايز لا، تبقى لأ، طيار؟ عمري ما كنت أحلم إنّي أكون طيار، كان نِفْسي أطلع قبطان أو ضابط بحري أوكي. يعني في الامتحانات بتاعتنا لقيت نَفْسي إن أنا ماشي في الاختبارات بتاعة الطيران ونجحت في الكُلّية في الاختبارات بتاعتها. إمم. ابتديت أسأل لقيتها حاجة كويسة، قُمت توكّلت على الله. إمم. تعرف إن كل البنات حلمها إنها تتجوّز طيار؟ كل الرجالة حلمهم يبقوا طيارين. أيوه. هو آه. الطيران أدرينالين إمم. ومتعة ومغامرة وrisk وخطر وفيه كل الحاجات اللي أنتِ يعني كأنِّك بتشتغلي في رياضة أو في حاجة ممتعة أنتِ بتعمليها يعني حاباها. أُمّال إزاي أنت دخلت التمثيل أو إيه الخطوة إزاي خدت خطوة من إن أنت تبقى طيار لإن أنت تبقى ممثل؟ أول ما خرجت إمم. ده كان توفيق من عند ربنا إن أنا اتعرّفت على المُنتج أحمد عبد العاطي، وهو اللي فتح لي الباب من خلال مسلسل نصيب وإسمتك. قدّموني وكانت دي أول تجربة ليّا، دي جات يعني توفيق من عند ربنا ما كانش ما كنتش أعرف حد في المجال، ما ليش حد، دخلت كده زي ما أنا وربنا اللي كرم الحمد لله. طَب اشمعنى ممثل؟ يعني أنت إيه اللي حابّه في التمثيل أو حاسس إن هو بيشبعك، عشان كده حاسس إن أنت عايز تكمّل في التمثيل أو حبيته أكتر من فكرة الطيار؟ مش حبيته، هو إمم. التمثيل هواية، يعني دايمًا في الجامعات مش إمم. عندنا يعني بس في أي جامعة بتلاقي في فرقة تمثيل، مسرح، مزيكا، يعني دي بتبقى هوايات أو أنشطة إمم. بتتمارس في الجامعات. ويا بخته اللي بيشتغل في حاجة هو هاويها، يعني أنا هاوي مزيكا، آه. بس هاوي التمثيل أكتر، حابّه. حبيته أكتر. آه، آه. إمم. فعشان كده قُلت أجرّب الحاجة اللي أنا باحبها والحمد لله ربنا كرم إلى حدٍ ما يعني إمم. تمام. طيب لو هنرجع كده خطوة لورا، إيه أهم الصفات اللي أنت حسيت إن أنت خدتها من شغلانة الطيار ولسه معاك أو حسيت إن هي فادتك دلوقتي في التمثيل؟ فادتني في التمثيل إمم. أو فادتك في حياتك عمومًا، يعني فعلًا الفترة اللي أنت اشتغلت فيها كطيار حربي دي، طلعت بصفات معيّنة كده حاسس إن لأ، إن دي كانت benefit جامدة ليك هي أكتر حاجة مش بنتعلمها بنكتسبها في إمم. شغلنا هي القرار السريع، يعني ممكن جزء من الثانية يفرق إذا كنت أعيش والّا أموت، إمم. فأنا دايمًا سريع في قراراتي بطريقة تخض. ما مش أقدرش متردد لا، لا، خالص. لا، لا، لأ، لأ، إمم. قرار بيتاخد في جزء من الثانية على طول. دي أكتر حاجة اتأثّرت بيها في شغلي. والسرعة، السرعة في كل حاجة، السرعة في لبسي، في أكلي، في شربي، يعني كل حاجة بتتعمل في دقايق، كُلّه في دقايق. آه. فعامل الوقت ده بيبقى مهم جدًا في الشغلانة بتاعتنا. والانتقال من حياة منضبطة جدًا وفيها مسؤولية كبيرة، لحياة أكثر مرونة وحرية كحياة الممثل يعني، حاسس بفرق؟
هي الحياة بتاعة الطيران هي بتتفرض عليكِ. إمم. الصعب في حياة الممثل إن أنتِ اللي بتفرضي نمط الحياة على نفسِك. يعني أنا واحد من الناس الانضباط عندي موجود بشكل يمكن أكتر كمان من أيام الطيران. لازم أنام بدري من نفسي مش إمم. مُجبر، لازم أصحى بدري، لازم كل يوم رياضة، لازم مذاكرة، لازم آخُد بالي من صحّتي، آخُد بالي من عاداتي، آخُد بالي من يعني بقى القيود إمم. أكتر بكتير. أنت اللي حطيت القيود تاني آه، على نفسك، آه. ما يعني مش حاسس إن أنت لأ، الدنيا حُرة جدًا وما فيش لأ، المسؤولية أكبر، وحاسس إن أنت بالعكس أنت محتاج تأدّي أكتر في الحتّة بتاعة التمثيل أو هي الفكرة إن أنتِ ما فيش حد بيلزمِك تعملي حاجة. إمم. يعني زي واحد فتح مشروع، ما حدش هيقول له لازم تفتح المحل بتاعك كل يوم الساعة 7:00 ص. إمم. بس هو في واحد صاحب business عايز ينجح، بيبذل مجهود، إمم. بيحاول يطوّر من نَفْسه، بيحاول يعلّي من إمكانياته، إمم. وفي واحد بيرضى باللي مكتوب له، ويسيب الموضوع للصُدف أو للحظ وزي ما تيجي، تيجي. إمم. بس على الأقل عشان يبقى الواحد جاهز لمّا تيجي له الفرصة، لازم يكون في إعداد. ما ينفعش إن أنا قبل ما أروح أمثّل حاجة باذاكر لها وباحضّر لها، لكن أنا لو عايز أفرق في مستوايا لازم أفضل محافظ على مذاكرتي ومحافظ على مستوايا في إمم. حاجات كتير، لازم أتفرّج كتير. تركيزك طبعًا. آه، يعني بنفس التركيز وكأنك بالضبط طالع طيار حربي يعني بتحس إن أنت داخل مركّز وfocused في اللي أنت رايح تعمله بنفس الطريقة اللي أنت كنت بتشتغل فيها الشغلانة الأولى، حاسس بيتهيأ لي يعني أنت اتعودت على ده. هي دي شُغلانة ودي شُغلة، آه. يعني دي حاجة ودي حاجة. إمم. ف ودي علّمتني حاجات ودي علّمتني حاجات، ودي محتاجة شخصية ودي محتاجة شخصية. الطيار أو إن أنا كنت إمم. ضابط، فدي ما إمم. باقدرش أبيّن أو أعبّر عن أي حاجة. آه، طب إيه الحلو في التمثيل بقى، إن أنت بتقدر التمثيل تعبّر عكسه، أكتر؟ فأنا قعدت فترة كبيرة إمم. علشان أبتدي يعني أخلّي الشخصية أو أخلّي الحاجات اللي أنا اتعودت عليها وطباعي وجسمي وحركاتي، إمم. إن هي تكون بشكل آخر، مش poker face أو مش اسطمبة واحدة لأ، بتبتدي تاخدي الإحساس البسيط وتكبّريه علشان المشاهد يبان للمشاهد. يشوفه بالضبط. آه. فهي دي حاجة ودي حاجة، الاتنين ممتعين. دي كانت مرحلة في حياتي وربنا كرمني إن أنا كنت اتحطيت في شُغلانة عظيمة زي دي، فعلًا. وزاملت ناس عظيمة وكنت منضم لكيان كبير وأعظم كيان موجود في البلد. وربنا كرمني بعد كده ووفّقني في مجال تاني أنا حابّه، دخلته بطولي وبتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله إن الواحد يعني إلى حدٍ ما الدنيا تمام. أوكي، لو هتقف قدّام كريم الطيار دقيقة كده، تقول له إيه؟ هاخده معايا ونتفرّج على المشاهد بتاعتي وهو اللي يقول لي رأيه. يعني هتقول له إن أنت فخور إن أنت بدأت في شغلانة تانية، وتعالَ اتفرّج على إنجازاتي؟ أكيد طبعًا. آه. أكيد خاصةً إن الواحد لمّا إمم. آآ يعني ربنا بيكرمه وبيوفّقه بمجهوده، إمم. وطبعًا في خلال مشواري من خلال علاقاتي اللي أنا بنيتها ومن خلال صحابي وناس كتير وقفوا في ضهري وناس كتير ساعدوني، وأنا يعني مش الباتشينو يعني أيوه. اللي ظهرت فكُلّه لأ، برضه الواحد بيحتاج ناس تدّي له فرصة و2 و3 ويصبروا عليه ويوجّهوه. عملت حاجات كتير ما كنتش راضي عنها، خدت دعم كتير من ناس في حياتي ربنا رزقني بيهم، وهُم دول اللي بيفرقوا في حياة الواحد. بس الفكرة إن مع الدعم ده آآ لازم الجمهور يتقبّل الواحد ويكون في القبول اللي ربنا بيدّيه للواحد ويكون في التحضير والمذاكرة اللي بيها إن تقدري تكمّلي المشوار اللي أنتِ ابتديتيه. طب إيه الدور اللي لو جالك هتحس إن هو ده فعلًا الدور اللي أنا كان نفسي أعمله؟ أنا نِفْسي أعمل كوميدي، إمم. ما عملتش حاجة كوميدي خالص، نِفْسي أعمل كوميدي. وبعدين أنا باعتقد إن يعني زي ما تبقي قاعدة في مكان مثلًا وحد بيجيب لِك كادو مفاجأة، أحسن والّا حد ياخدِك يقول لِك تعالي ادخلي محل مثلًا واختاري. ونقي اختاري اللي أنتِ عايزاه. آه. أنا باحس إن أحسن لمّا ييجي لي الدور وأنا مش عارفه وابتدي أسمع كده الbrief بتاعه إن أعمل شخصية كذا ومش عارف إيه، وابتدي أقرا الورق وأدخل فيه. إمم. باحس إن دي إمم. بتبقى ممتعة أكتر يعني بالنسبة لي. آه. إيه نوع الأدوار اللي أنت بتحب تعمله أكتر؟ يعني رومانسي والّا كوميدي والّا تاريخي؟ إيه الحاجة اللي نِفْسك تعملها؟ أنهي أنا أقرب الكوميدي نِفْسي أعمله، نِفْسك تعمل؟ بس إمم. برضه الكوميدي ما بيبقاش يعني إمم. الأستاذ عادل إمام في أفلامه إمم.
والأستاذ محمود عبد العزيز والأسامي إمم، الكبيرة والناس اللي موجودة دلوقتي. إمم، ما مش ماشي يضحّك طول الفيلم، إمم، بييجي وقت بتتأثّري، بتبكي. فهو التمثيل، أي بني آدم آه، ليه جوانب كتير كبني آدم، ليه إمم، صراعات، ليه بتشوفها بشكل كوميدي، بشكل صح، درامي. حتى فلازم، الكوميدي بيبقى فيه فعلًا حتّة دراما فمش بيبقى أكشن صريح، بيبقى كل الأدوار بيبقى إمم، فيها أكشن، وكتير بيعملوا أكشن ودراما وكوميدي كلّه في نفس بالضبط. الفيلم آه، بتطلع بكذا بني آدم شخصية، طبيعي بيبقى آه. بيعيش في حياته، في حاجات بتضايقه وفي حاجات بتضحّكه. بُص، هو مسلسل 2 قهوة عامل الفترة دي ضجة كبيرة جدًا، الناس بتقول لك إيه في الشارع عن الدور بتاعك؟ والله في متعاطفين مع فؤاد، إمم، ومغلّطين نيللي إن هي ما مش بتحبه؟ يعني ما بتصُدّوش، سايباه. والأغلبية بصراحة يعني شايفين إن هو لأ، مغلِّس عليها ولازم تسيبها وحِل بقى عن نيللي وكده بصراحة يعني. هو طلع شرير والّا متعلق؟ يعني لأ، هو بيحبها. ما فيش شر في الموضوع. لا، 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 لا خالص. إمم، هو مجرّد إن هو بيحبها، هو إمم، إنسان نرجسي، واثق من نَفْسه جدًا، عنده كل الإمكانيات وما فيش حد يقول له لأ. إمم، فهو بييجي عندها بيتحوّل لبني آدم تاني، هو بيحبها. يعني ما بيشوفش حاجة في الدنيا ولا ليه نقطة ضعف في الحياة غير هي غير نيللي. آه. بُص، أنت حضورك في المسلسل يا كريم كان يعني مختلف وجامد جدًا. الحمد لله. فأنا عايزة أعرف أنت إشمعنى الدور ده أنا حاسة الإحساس ده ناحيته، هل أنت الورق والّا الدور والّا أنت ذاكرت الدور كويس والّا هو عكس شخصيتك فأنت بتعمله بكل احترافية؟ يعني قُل لي. رفضته مرّتين، آآ لإن أنا ما كنتش عاجبني اللي بيحصل فيه. يعني كنت متعاطف معاه جدًا وكان صعبان عليّا جدًا، إمم، وكنت شايف إن ما فيش حد عنده دم يترفض الرفض ويكرمك. ده، وكل اللي حواليه مش طايقينه وهو مصمم ومكمّل إمم، وبعدين أستاذ عمرو قال لي: "لأ." قال لي: "ده دور عمرك وأنا مدّي لك هدية، دور حلو جدًا إمم، وهيعجب الناس جدًا." وهو اللي عامل حالة غريبة وسط الرجالة اللي حوالين نيللي كلّها. مختلف. فلمّا أخدت الورق وقعدت أذاكره وأحضّر له ورُحت الacting coach اللي أنا باشتغل معاه وحضّرنا وكده، هو أعجب جدًا إمم، بالدور وقال لي: "بالعكس ده حلو جدًا وعاجبني." وحتى في البروفات بتاعة القراية لمّا كنا نقعد وآجي أنا أتكلم ألاقي كلّه عمّال يضحك على اللي بيتقال. فقُلت جايز رَد فعل الناس إن شاء الله يعني هيكون مختلف عن اللي أنا شايفه. أيوه، فعملته وحضّرت له، وهو بعيد كل البُعد عن شخصيتي تمامًا. يمكن هو ده تمامًا. يمكن هو ده اللي مخلّيك ممكن، عامله بطريقة ممكن، مختلفة. ما أعرفش، بس عملت بني آدم تاني خالص. آه، ودي كانت يمكن أول خطوة باخدها، إن أنا أعمل شوية تفاصيل زيادة عن شخصيتي مختلفة، ما أطلعش بنفس الصوت، بنفس إمم، الطريقة، بنفس الشخصية. والحمد لله إن هي يعني ماشية مع الناس كويس. إمم. أي نعم هو مكروه جدًا حبيبي فؤاد، بس هو يستاهل برضه بصراحة. أيوه، هو اللي عامل في نَفْسه كده. آه، حُب هو اللي عامل فيه كده. آه، الحُب بيخلّي الواحد يعمل حاجات هو ما كانش متخيّل إنه ممكن يعملها. طبعًا، ضعف. فعلًا آه، الحُب ضعف إمم. جدًا. الناس بقى كلّها كانت بتسأل ليه فؤاد متعلّق أوي بنيلي كده؟ أنا نفسي باسأل والله، أنا ما أنا اتفاجئت زيّهم بالضبط. أنا ما أعرفش، مش عارفة والله ما أعرف لأ. هو في حد ممكن يتعلّق بحد كده؟ أنا ككريم لأ. تمامًا لأ. أوكي. لأ، يعني لازم الراجل يكون عنده شوية دم. يعني مجرّد رفض البنت إن أنا أفرض نفسي إمم، بالشكل السخيف ده، لأ. يعني أنا مكسوف له، كنت مكسوف لفؤاد طول بجد مكسوف له طول الوقت. إمم. في ناس بتعمل كده، في ناس دي طريقتها ويحاول ومرّة و2. في ولاد بتقول آه البنات طبعًا، بتيجي بالزَّن أو وفي بنات بتيجي بكده. آه، بس أنا ما باشوفش إن ده يعني حاجة أبسط من كده بكتير يعني. آه. مش مستاهلة كل المجهود ده. طَب هي الحقيقة نيلي هتيجي بالزَّن والّا مش ما هي لأ، أكيد لأ. ما حدّش بييجي بالزَّن. أكيد لأ. طَب كان في كواليس لذيذة جوّه طبعًا، طبعًا. لأ، التصوير حاجة المرام خطيرة. بني آدمة محترفة جدًا وشاطرة جدًا، وإنسانة كوميدية، يعني إحنا طول الوقت بنضحك وبنهزر. آآ، دي شركة الإنتاج بتاعة الأستاذ أحمد عبد العاطي اللي بدأت معاه. اكتشفني بالضبط.
فأنا كإني رجعت بيتي، آه. فأنا مستريّح. زائد عمرو ياسين هو برضه اللي اكتشفني، هو أول واحد أنا اشتغلت معاه، وصديقي وحبيبي ومن أكتر الناس اللي دعمتني. و فأنا رايح بيتي وعصام نصار صاحبي جدًا، أستاذ عصام نصار المخرج يعني. فكل الناس حبايبي، كل الناس صحابي. أحمد فهمي شخصية جميلة، ما تحسّيش إن هو بطل العمل، تحسّيه واحد مننا وبسيط جدًا. مرام نفس الكلام، شامي، إمم. نانسي صديقتي من زمان. فأنا رايح باستمتع ومبسوط. الكواليس يعني أنا كنت قعدت شوية مكتئب لمّا المسلسل خلص. اتعودت على وجودهم وهُم طبعًا، عيلتك، طبعًا. ناس لذيذة. في وقت جينا كنا بنصوّر وبعدين وقفنا شوية، كنت باكلمهم يالّا، 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 أنا متضايق، أنا عايز أروح أشوف ناس صحابي وأشوف الناس اللي أنا باصوّر معاها وأشوف الحياة والكافيه أيوه، كانوا وكل ده. عاملين لك عيد ميلاد. كان جميل. طب هي بتحبك أهي يا عم، عاملة لك عيد نيللي ده ميلاد. حبيبتي، مرام حبيبتي، أيوه. نيللي لأ. بعيد بقى عن إمم، بعيد بقى عن الفن، إيه الهوايات بتاعتك، بتحب تعمل إيه؟ باحب جمع الطوابع إمم. والمراسلة وج وتربية الحمام. أيوه، مراقبة. باحب باحب المزيكا، آه. والمزيكا طبعًا حياتي، لإن أنا بتحب بالعب تعزف يعني؟ بالعب آلات كتير. بجد؟ بالعب عود، بالعبه من وأنا طفل، وبالعب بيانو، وبالعب كمانجا، جيتار، بالعب حاجات كتير. يعني المزيكا هي الme time اللي بتخلّيني كده أفصل وأرجع لنفسي تاني. طب بتحب تسمع أغاني؟ طبعًا. إيه؟ باحب أسمع أي حاجة مزيكتها حلوة. إمم. يعني أنا عمري ما خدت بالي من الكلام ولا ركّزت المطرب بيقول إيه أو المطربة بتقول إيه، بتقول إيه، لكن أركّز في اللحن، إمم. أركّز في المزيكا نفسها، أركّز في الآلات، الجُمل الموسيقية دي عشان كده باسمع جميع يعني باسمع مزيكا كتير هندي، باسمع صيني، إمم. باسمع حاجات الfar east مثلًا، باسمع حاجات يعني مش لازم لغة معيّنة هي إمم. تحكمني في المزيكا. عاشق للمزيكا آه. واكلة دماغي. أنا عارفة إن أنت بتحب الكورة، آه، أنت أهلاوي والّا زملكاوي؟ زملكاوي. بتحب تتفرّج على الكورة بس أهلي وزمالك لا، لا، والّا لا، 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 لأ، كل حاجة؟ بطّلت أتفرّج على الكورة يعني إمم. اللي هنا. محلية. لأ، اللي هنا لأ، ما باتفرّجش عليها. أكتر برّه. آه، إمم. باحب أتفرّج على صلاح، على الدوري الإنجليزي، حتى الدوري الأسباني ما بقيتش أتابعه ولا الإيطالي، هو الدوري الإنجليزي، إمم. ولو في بطولات دولية للمنتخب هي دي اللي أنا باتفرّج عليها. الحب بالنسبة لك إيه؟ الحب أيوه. ده سؤال أعمق منّي بكتير. تسألي أكيد الشخص حبّيت، الغلط. والله أكيد حبّيت قبل طبعًا، طبعًا، كده. الحب جميل طبعًا، إمم. بس لو يكمل يعني. ليه؟ أنت لسه قايل الحب ضعف. أنا؟ إمتى؟ ده فوق، ما قلناش هنا الكلام ده. مش ضعف، قوة؟ لأ ضعف طبعًا، إمم. يعني أكيد لمّا بتحبّي بتتنازلي، ما بتفوّتي، إمم. وده ممكن يخلق مشاكل ما بين أي اتنين. طب وأنت بتعرف منين إن أنت بتحب أو في قصة حب؟ ب باعرف منين إن أنا باحب؟ إمم. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لأ قُل والله. ما باعملش حاجة والله، بافضل قاعد في البيت، هاعمل إيه؟ أول ما تكتئب وتقعد في البيت بتعرف إن أنت لأ، لمّا باحب يعني إمم. بتحسّي إن أنتِ مش قادرة بقى تعيشي من غير البني آدم ده، إمم. وعايزة أشوفها طول الوقت، عايز أبقى معاها طول الوقت كده. بس يعني بقى لي فترة كبيرة ما إمم. قافل الحتّة دي. ليه؟ شغلي بقى وكده عارفين الدنيا غِليت وبتاع، مش ناقصين. أيوه. يعني هو ده السبب إن أنت ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ أنا عارفة إن الجواز ما لوش علاقة بالحب، الحب سألته لوحده. مضبوط صح. إمم. الجواز ده نصيب، والحب نصيب برضه. إمم. يعني ما ينفعش إن أنا أبقى ماشي في صحرا وأدعي ربنا يا رب $1,000,000 ما نصيب. الحب رزق. بالضبط. إمم. أتمنى إن أنا ألاقي واحدة أحبها، وأتمنى إن أنا ألاقي واحدة أحبها وأتجوزها، إمم. أتمنى إن أنا ألاقي شريكة حياتي، بس تكون تسهّل عليَّ الحياة مش تصعبها يعني. عشان الحياة صعبة أصلًا. آه، اهم. إمم. الواحد ماشي بالأدوية اليومين دول. كريم أنت رومانسي؟ جدًا، بجد، عرفت والله منين إن أنت رومانسي؟ كل أصحابي بيقولوا قرايبي بيقولوا لي إن أنا رومانسي. بجد. جدًا. لأ بتعمل إيه يعني لمّا بتحب حد فبتحس إن أنت شخص رومانسي؟
لأ باعزم بقى إمم. وباعمل أكل بقى بتطبخ أصناف كذا حلو؟ صنف، لأ مش لازم، حتى أيوه، بس بتطبخ يعني له. هو الحُب لازم إمم. أنا باشوف إن الأكل لو عدّى مع حد أنتِ عازماه على أكتر من 3 أصناف يبقى في حُب، أكتر من 5 يبقى عِشق. لأ، مجهود، بتحس إن أنت طبعًا. عامل مجهود في لأ أنا باقول لحد أي كلام برضه أكل إيه ما وأصناف فيش. طب أُمّال أعرف منين بتحس إني إن أنت رومانسي أنا؟ رومانسي، يعني بتجيب وَرْد مثلًا، بتجيب وَرْد؟ لو هي بتحب الوردة هاجيب لها هاعمل إيه؟ ما بتتضايقش من الكومنتات الوحشة على السوشيال ميديا؟ يعني ساعات بتضايقي، بس لمّا إمم. يبقى الcomment الأكتر؟ جاي للشخص، أوكي. وبصراحة دي ما حصلتش معايا. إمم. يعني بيحصل إن كُلّه بيبقى بيشتم في الشخصية، بس برضه أنا إمم. المفروض إن أنا المحامي بتاع الشخصية، يعني المفروض إن آآ أنا اللي عامله، يعني هو جزء منّي، واخد جزء منّي، فباتضايق إن الناس شايفاه بالشكل ده، بس ده برضه في نفس الوقت معناه إن الدور مسمّع مع الناس، أو إن إمم. هو نجح مع الناس، لمّا يستفز الناس للدرجة دي، إمم. فده معناه إن الحمد لله إنه اتعمل كويس. يعني ما بتاخدش الموضوع شخصي، بتاخده لا، إن لأ، هو ناس متضايقة من الcharacter اللي أنت طبعًا، عاملها بس. طبعًا، طبعًا، آه. بالعكس وبادخل أهزّر معاهم، وممكن حد يكتب لي comment مثلًا comment مثلًا معيّن إمم. يضحّكني وادخل أعلّق عليه إمم. كده، أحب إن أنا إمم. يعني أبقى مع الناس كده على تواصل أحسن. طب هو أنت ممكن تتجوّز صالونات؟ ليه لأ؟ بجد؟ أصل هي طريقة تعارُف، إمم. سواء صالونات، سواء صُدفة في مكان عن طريق صحابنا، يعني كل ده بيؤدّي إمم. أيًا كانت الطريقة إن أنتِ بتتعرّفي على الشخص. البني آدم ده بقى لمّا أنا اتعرّفت عليه، ماذا إمم. بعد؟ يعني هو بقى إمم. البني آدم ده عامل إزاي؟ إمم. مبسوط، حبيته، هنكمّل مع بعض، طريقة التعارُف ما لهاش علاقة، أيًا كانت إيه ما فيهاش مشاكل. إيه هي الصفات اللي أنت بتجذبك أو حاسس إن هي المفروض تبقى موجودة في شريكة حياتك؟ أحب إن هي تكون ذكية، إمم. قوية، ناجحة، دمها خفيف، وتكون دماغها كبيرة، ما بتقفش عند تفاصيل يعني دماغ كده اسمها إيه؟ اللي هي دماغ كبيرة اسمها إيه؟ ناضجة. ناضجة، ناضجة. إمم. يعني عشان تبقى في ضهري وتدعمني وما نقفش عند تفاصيل تعطّل حياتنا إمم. يعني أنت بتحب الست القوية، جدًا، بتحس إن هي هتُقف في ضهرك وهتبقى دعم ليك، يعني في رجالة كتير ما بتحبش الستات القوية، كتير بتحب آه. ترتبط بست تبقى أقل منها أو أضعف منها. لا، لا، لأ، لأ إمم. بالعكس، أحب تبقى قوية وناجحة ولو أنجح منّي أتبسط، في رجالة بتبقى متجوزة ومستقرة، ولمّا بتيجي تتعرّف على بنات تقول لها مثلًا أنا منفصل، منفصل أو قاعد وعايشين مع مع بعض مراتي عشان عشان العيال. ريموت التكييف. أيوه. إيه رأيك في الرجالة دي؟ يعني هاقول كلام يزعّل. لأ، راجل يعني راجل، يعني إمم. بيعمل حاجة ما يكذبش، ما يحوّرش، أنا باعمل حاجة، باعمل حاجة، لو أنت خايف تقول الحاجة اللي بتعملها يا ما إمم. تعملهاش، يا إمّا ده ما يبقاش رجولة، ما تبقاش معاك واحدة في البيت صايناك بتربّي لك العيال واخدة بالها من كل حاجة وقاعدة مستنياك وأنت إمم. لأ، يعني عايز تبقى كده خلّيك سنجل، ما تتجوّزش غير وأنت واخد قرار إن أنا خلاص عايز أستقر، عايز أبقى في حياتي واحدة وهي دي اللي أنا معاها، اختياري للواحدة هي دي اللي مكفّياني، هي دي اللي مش مخلّياني عارف أبُص لحد تاني. لو هو مش مرتاح خلاص المفروض يمشي، ما يا إمّا مثلًا، يواجه، يعني مثلًا يا إمّا آه. يواجه، لكن ما يبقاش لأ، ما ما باشوفهاش رجولة بصراحة إن حد يعمل فعلًا ما باحبش كده. بتحبش الطريقة لا، دي. لا، لا، لأ، إمم. طب وإيه رأيك في التعدُّد؟ تعدُّد إيه؟ تعدُّد في الجواز الزوجات. يعني؟ تعدُّد الزوجات. بُصّي دي حاجة يعني إيه، إمم. مذكورة في الدين، إمم. عشان كده أنا ما باحبش أتكلّم في الحاجة اللي تخُص الدين والسياسة والحاجات دي. فلو قُلت لِك ما باحبش أنتِ حرام عليك ما هو موجود في الدين، لو قُلت لِك ما هو ربنا حلّله أنت يعني فدي بتبقى حاجة حسّاسة شوية، كل موضوع وبيبقى ليه ظروفه، يعني ممكن حد في ثقافات مثلًا معيّنة في الدول العربية عندهم موضوع التعدُّد ده عادي جدًا، بلاد الشمال الأفريقي عندهم الموضوع جريمة، إمم. فإحنا شوية وسط، يعني في ناس تلاقي ممكن بيعملوا كده لظروف معيّنة، في ناس تانية لأ. طب أنت بتحس إن الستات عندنا في مصر متقبّلة فكرة التعدُّد، بس بتتكسف تقول علشان إحنا مجتمعنا مش قابل للموضوع ده، مجتمعنا مش قابل مجتمعنا التعدُّد، كمصريين يعني في الستات بتبقى قابلة إن جوزها يعدِّد، بس هي مكسوفة تتكلّم في الموضوع أو تقول ده للناس، إن جوزها متجوّز واحدة تانية أو كده.
هي مالها ومال الناس، هي أي علاقة ما بين 2 إمم، رأي الناس ده آخر حاجة، كده الناس هتتكلم وكده الناس هتنتقد. الناس ما اتفقتش على ربنا اللي خلقنا، إمم، يعني كل الناس شايفة ربنا بأشكال مختلفة. إمم. في ناس عندهم رب تاني، يعني إذا كان ده اختلفنا فيه، إن الواحد يمشي علشان يرضي الناس أو يخاف منهم مش هيحقق حاجة في حياته، إمم. مش هيعيش سعيد. باحس إن الراجل بطبعه بيحب التعدُّد، يعني لو هو متجوّز يحب يكون معاه صاحبة تانية، لو هو يعني طبعه كده، باحس إن هي دي حاجة في طبعه. في رجالة كتير كده، إمم، وفي رجالة كتير تتجوز بال30 وبال40 سنة. في إمم، رجالة كتير أسمع إن إمم، هو مراته بتتوفى بعدها بشهر ما بيكمّلش والّا ساعات بيموت وراها. إمم. يعني برضه كل حد وليه ظروفه. طيب يا كريم، أنت أنهي واحد في كل اللي قُلت عليهم دول؟ أنا single، إمم، فأنا براحتي، أنا باعمل اللي أنا عايزه. اليوم اللي أنا هاختار فيه واحدة تبقى معايا، فهي دي شريكة حياتي أو مع بعض، خلاص هي دي. حسّيت إن الدنيا مش ماشية، إن أنا إمم، محتاج أعرف حد تاني أو كده، على الأقل لازم أقول، لازم أكون صريح. إمم، أنا مش مبسوط، أو حتى لو أنا مش مبسوط بس أنا حاسس إن أنا في حد تاني يعني إيه الموقف ساعتها اللي هيحصل لو مش حاصل يعني، إمم. بس ساعتها إيه الموقف وأقوله، وناخد القرار مع بعض، أو هي ليها مطلق الحرية. لكن أنا ما أعرفش أخبّي أي حاجة. أنت في شخصيتك أصلًا ما بتعرفش تخبّي. لأ، إمم، ما أعرفش أخبّي أسرار، ما فيش، ما عنديش البند ده. مضايق ناس كتير ومزعّل ناس كتير، حتى أصحابي. ما تقولش إن إحنا رُحنا المكان الفلاني أو إن إحنا عازمين فلان، مش موجود في الsoftware عندي، مش موجود. ما بتعرفش تعمله ما أصلًا. باعرفش. إمم. الدنيا أي حاجة بتتحكي في أي وقت، وحلاوة الحلاوة. كريم، أنت شايف نَفْسك شخص صعب؟ الصعوبة في الفهم إمم، وتقبُّل دماغي وتفكيري. once إن حد فِهم كريم أو طريقة تفكيره أو كده، بتبقى الدنيا أسهل بكتير. يعني إيه الصعوبة اللي بتواجه اللي حواليك؟ هي في إن هُم مش لازم يبقوا فاهمينك كويس عشان ما يزعلوش منّك. لأ، اللي حواليّا ما فيش صعوبة، إمم، لإن ما بادخُلش في حِتَت تضايقني. الصعوبة بيبقى في لو حد قرّب منّي أوي، إمم، لإن باتعامل معاه ساعتها بشكل تاني. بابقى منتظر منّه معاملة مختلفة عن أي حد حواليّا. منتظر اهتمام مختلف، حُب إمم. مختلف، حنيّة يعني منتظر، توقعاتي بتبقى عالية شوية، فممكن أقل حاجة تضايقني. هي إيه صفات برج الجوزاء؟ هو كاريزما، طيب، مش مؤذي، لمّا بيحب مش خاين. إمم، جوزاء متردد طبعًا، بس أنا متردد في الحاجات الهبلة. إمم، آآ اجتماعي جدًا، إمم، لسانه حلو، ليه حضور. كاريزما سبحان الله، يعني الجوزاء ممكن ما تلاقيش شكله حلو، بس ليه سحر يخطفِك، يعني طلِّته كده. مختلفة. آه. آآ بيمِل بسرعة، ما يحبّش الروتين. إمم، بيفكّر بيحب كتير، الحرية. بيفكّر و كتير أوي. بيفكّر كتير جدًا، جدًا. إمم، يعني هو ما بيوقّفش تفكير، وأقل حاجة ممكن يبتدي يفسّرها ويبتدي يبني عليها مواقف. طَب إمم، ليه عمل كده؟ يعني دماغه إمم. بتودّيه في حِتَت بعيد ما بيرضاش عن نَفْسه بسهولة. خالص، إمم. خالص. يعني أنا عشان أرضى عن نَفْسي دي شِبه مستحيل. إيه أكتر كلمة أو جملة بتحب تسمعها من حد بتحبه؟ حاضر. حاضر؟ طبعًا، لو حد أنا باحبه، أحبه آه، يقول لي حاضر. ماشي. يعني ليه؟ بتبيّن الغلاوة وتبيّن المَحبّة، وتبيّن إن أنا ليّا خاطر عنده. إمم، حاضر، يعني كلمة حاضر بتريّح حتى. إمم. ضابط أوي. ممكن، جايز صح. لو في باب مقفول جواك، مفتاحه مع مين؟ طبعًا إمم، زياد أخويا. إمم. زياد هو أقرب حد ليّا. بيحس آه. بيك لمّا بتكون في طبعًا، مشكلة. طبعًا، طبعًا. إمم، من أول حرف في المكالمة يحس بيّا. يعني زياد ده أكبر منك والّا أصغر منك؟ أكبر. أكبر؟ إمم. والlink اللي بينكم في المشاعر ده من وأنتم صغيرين؟ إحنا أصحاب. إمم، أصحاب من وإحنا صغيرين، وفرق السِن مش كبير، 3 سنين. إمم، فطول عمرنا مع بعض. إمم. لأ، هو أقرب حد ليّا طبعًا. دبلوماسي، دبلوماسي. والله دي الحقيقة. ماشي. والله العظيم دي الحقيقة.
ماشي، لو قابلت كريم اللي عنده 18 سنة، إمم. تنصحه بإيه؟ أنصحه بحاجات كتير. إمم. أنصحه إنه يقلِّل كلامه ويسمع أكتر وما يثقش بسرعة في الناس ويتحكّم في مشاعره شوية. إيه الصفة اللي فيك اللي شايفها ميزة وتحب إن أنت لمّا يبقى حواليك ناس يبقى فيهم نفس الصفة دي؟ السلكان. إمم. أتمنى الناس كلّها تبقى تتمنى الخير لبعض زي ما أنا باتمنى الخير للي حواليّا. أنت شايف نفسك toxic؟ يعني إيه toxic؟ يعني أنت شايف نفسك لمّا بتدخل في علاقات آه. بتؤذي اللي حواليك؟ لأ، لأ بالعكس. يعني في الغالب أنا لمّا باحس إن أنا هاتأذي بانسحب، ده أقصى رَد فعل عندي. إمم. في ما حاجات عندكش مش الحتّة بتاعة عاجباني. التلاعب لا، 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 مثلًا؟ إمم. مش مستاهلة. إمم. وأنا ما بافتكرش علشان أكذب يعني ما إمم. والحياة أبسط، يعني ليه؟ مش مستاهلة. لو حابب إن الجمهور بعد سنين كتيرة أوي يفتكرك بحاجة، تحب تكون إيه؟ لو يعني نِفْسي أعمل تأثير في المجتمع، نِفْسي يكون ليّا دور وأقدر أأثّر في المجتمع، أي حاجة باعملها أدّي بيها مثال أو أوعّي بيها الناس أو أحسّن من حياتهم أو أقدر أساعد فيها أو أخدم، دي أكتر حاجة بتخلّيني أستمتع في حياتي. أنا اتبسطت بجد يا كريم ربنا جدًا في يخلّيكِ يا مُهند. الحلقة دي، يا وبجد يعني حلقة مميزة وأي حد هيتفرّج عليها هيكون مبسوط. يا رب. ماشي، نورتنا. يا رب يخلّيكِ.